نوصل بقى للمثل الكارثي واللي اتعملت الحلقة دي كلها علشانه. المثل ده يتألف فيه كتب، مش يتعمل عليه حلقة واحدة بس، لأنه بيمثل أخطر مفهوم في عقلية أغلب الشعوب العربية والشعب المصري بشكل كبير، وهو اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. المثل اللي بيمثل كل مشاكلنا مع الآخر، مشاكلنا مع العلم أحيانا، صراع الأجيال بين الأهالي والأبناء، لدرجة إنه بيمثل أحيانا إرهاب وقتل، وزي ما هشرح وبأمثلة حصلت من واقع الحياة. كل ده من الخمس كلمات دول. في البداية بس عايزة أسأل سؤال لكل اللي بيتبع المثل ده: ما اللي انت تعرفه في كل نواحي الحياة غير اللي غيرك يعرفه، وغيرك ده عايش معاك في نفس البلد، وأحيانا ممكن يكون جارك في الشقة اللي قدامك. فليه انت تفترض ان اللي انت تعرفه أحسن؟ والعكس، ليه هو يفترض ان اللي هو عارفه أحسن؟ ومقياس أحسن ده معناه ايه؟ هل معناه أحسن بشكل عام، ولا أحسن ليك انت بس؟ وحتى لو كان أحسن ليك انت بس، هو مين أصلا اللي قال كده؟ وهل هو أحسن لمجرد إننا عارفينه فنبقى بأمان؟ والأمان ده ممكن يخسرنا فرص في حياتنا، ممكن جدا نندم عليها بعد كده، وخصوصا طبعا في مجال العمل.